جود مورنينج يا حبايبي، عاملين ايه؟ برضو الفيديو زي ما انتوا شفتوا في العنوان هيكون عن ماي مورنينج روتين. بس اصلا مش مفوقه. صحيت على الساعه 6 كده الفجر، يعني ايه لحقته يعني يا دوبك، وخلصت بقى حاجتي العبادات والحاجات بتاعتي ديت، اذكار الصباح والورد دول عملتهم انا مع نفسي، وغسلت اسناني واللي عرفت اصوره بقى منه هحطه لكم. يعني ايه، مش مصوره حاجات كتير يعني، عشان طبعا كانت الدنيا ضلمه وما كنتش عارفه اصور حاجه، وكانت لسه النهار ما طلعش يعني. فالمهم قلت استنى بقى لما النهار يطلع شويه عشان اعرف اصور لكم والاضاءه تكون كويسه. فاستنيت بقى شويه، الساعه دلوقتي 7 على ما الشمس طلعت كده وبدات ايه تنور كده. كنت خلاص هعمل بقى معاكم المورنينج روتين، يعني ايه اشارككم بقى ايه معايا البروسس اللي انا ايه بمشي فيها في المورنينج روتين بتاعي، عشان المورنينج روتين حاجه مهمه عندي عشان اعرف افوق، وعلشان ما تشتتش الصبح. يعني في شويه حاجات كده بعملها زي ريتشوالز كده، طقوس بحب اعملها في المورنينج بتاعي اكتر من الليل يعني بالنسبه لي الصبح احسن، او بعرف اعمل فيه الحاجات ديت. الطقوس دي بنرخم، الطقوس ديت احسن من بالليل. برضو بعملها بالليل، ممكن اعمل لكم نايت روتين يعني هقول لكم بعدين. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بحب قوي اشغل بخور الصبح بجد، يعني انتوا عارفين حاجه كده روحانيات تساعدني بقى وانا بعمل تامل او وانا بكتب او كده. بحب اشم اي ريحه حاجه حلوه على الصبح، سواء كان بقى بخور ولا مثلا ريحه القهوه. تعالوا بقى اوريكم الصبح عندنا عامل ازاي. كده عندنا يا جماعه بصوا، انا خلصت دلوقتي اليوجا والمديتيشن مع بعض. هعمل جورنال بس بسرعه بسيط عشان انا جعانه قوي، فهاكل وابقى ايه ارجع اعمل قصدي الاكل، نعمل الاكل سوا، الفطار سوا، وبعدين نقعد مع بعض بقى نتكلم شويه، عشان يعني انا عايزه اتكلم والله عادي معاكم، بس انا جعانه قوي. هروح الاول على الجورنال وانتوا معايا برضه، مش هسيبكم يعني. اروح على الجورنال وبعدين نروح نعمل فطار سوا ونعمل الكوفي ونرستق نفسنا عشان اقدر اتكلم وانا مفوقه كده ومودي حلو. اوكي. المونتاج بصوا، انا بحب او عامله لنفسي زي هنقول ايه مثلا تمبلت او حاجه بمشي عليها كل يوم، ودي بتتغير. بمشي عليها كل يوم في الجورنالينج، ودي بتتغير يعني كل فتره او على حسب ايه ما انا عايزه. يعني مثلا الحمد لله، يعني من كتر ما انا بعمل جورنالينج كتير وصلت للمرحله ان انا بقيت بقدر انا احط الاسئله بتاعتي اللي انا بحتاجها في خلال يومي وبمشي عليها. شويه ساعات بكتب عادي بشكل عشوائي، مثلا بكتب عادي اللي هو يومياتي، بكتب بس تو دو ليست في اليوم. يعني الجورنالينج ديت مش كل يوم بعملها. وطبعا دي طبعا مش حاجه صح، يعني المفروض كل يوم نعملها. بس انا بصراحه اوقات انا بحس ان مش يعني دماغي ما فيهاش حاجه او ما بقاش فاضيه اعمل او كده، فبقوم بكسل بصراحه. بس ديت حاجه مش احسن حاجه، لان بتجمع في دماغكم افكار كتير وانتم مش واخدين بالكم. يعني انا لما بعمل الحركه دي باجي مثلا على نهايه الاسبوع او يوم في الاسبوع تلاقيني بقى بعبعت بقى باللي في قلبي. بقعد اكتب كتير بقى، ممكن ساعه ولا اكتر. ممكن كمان في نوع من الجورنالينج بستخدمه، هو الريكوردينج. بقوم بسجل لنفسي فويس كده وانا بقى بحكي بقى وكده، وده بقى بالنسبه لي الاسهل دلوقتي. المهم عشان ما نرغيش كتير، كنت اولا يعني عايزه اقول لكم ان انتوا حاولوا تستمروا على
التدوين كل يوم، ولو ابسط حاجه خالص زي التو دو ليست. زي ما انا كاتبه كده البتاع اسمه ايه، الجراتيتيود. تمام، الجراتيتيود. وعايزه اقول لكم بجد، لو انتم ما اشتركتوش وما عملتوش لايك، يا ريت تعملوا كده. عايزين نكون فريندز على الانستجرام، فاتمنى يعني ان انتوا تروحوا تعملوا لي فولو على الانستجرام ونكون فريندز، وتتابعوا مني كل جديد. هناك بنزل ريلز وحاجات حلوه وهتعجبكم، بتعبر عني، تعرفوا عليا اكتر. يعني لو انتوا حابين كل ده، فبليز اعملوا لي فولو على انستجرام، واعملوا لي سبسكرايب، كومنت لذيذ لذيذ، ولايك. يلا بقى عشان انا رغيت وجعانه وعايزه افطر. يلا بقى تعالوا معايا عشان اعمل الكوفي بتاعي والفطار بتاعي. يلا ليتس جو. ورجعت لكم تاني من المطبخ. الخبط ده، في ناس تحت بيشتغلوا في بيت حد، صداع بقى، صداع. سوري لو ده هيضايقكم. يعني نعمل ايه مع بعض النهارده؟ حاسه ان هو فيديو طبخ. بصوا، البريكفاست بتاعي انا بحب جدا افطر توست. في الصداع والله يا لهوي، ومعاه بيض عيون. هذا التوست عشان تعالوا بقى عشان نعمل البيض على ما ايه يخلص التوست. البيض سهل جدا، انا هاخده. فايه هاخد 2 ايجز. عايز اشرب نسكافيه مش قهوه. صدقوني انا بجد مش عارفه انا بعمل ايه، بس انا كده على الصبح بزيد في المطبخ. خلصت ايه؟ بقى ايه، احمره واقلبه على وشه، عشان انا بحب اكل بيض العيون اللي البيض. انا مش عارفه اقلبه ده، فكده خلاص. يلا ليتس بريكفاست. هاي يا جماعه، رجعت لكم، بس شكلنا هننهي الفيديو على كده، علشان الناس اللي تحت بيشتغلوا في الشقه اللي تحت دول غاليين وصداع، وانتوا هتصدعوا ومش عارفه اتكلم. فللاسف انا هعمل معاكم بس اخر خطوه، عشان كنت مصوراها قبل كده، وهي اني كنت اني في المورنينج روتين بتاعي. انا عايزه اتكلم. المورنينج روتين بتاعي يا جماعه، في المورنينج روتين بتاعي يا جماعه بعمل الفيس مساج. تمام، فالفيس مساج كنت مصوراه قبل كده، مش مصوراه لكم، انا مصوراه قبل كده اوريدي، فهحطه بس في الفيديو. والله شكلي قمر. بره الفيديو.
يلا تشاو تشاو و love you.